فاتقوا الله عباد الله، وتأهبوا للرحيل من هذه الدار إلى دار الحياة والقرار، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فإنها دار ممر لا دار مقام ومستقر. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أجل إخوة الإيمان، نعم أيها الأحباب، نبأ عظيم وأمر عصيب وخطب جليل، مصيبة حلت على هذه الأمة المكلومة المرحومة، مصيبة ستبقى محفورة في سجل مصائب هذه الأمة، فاجعة لا عزاء لها عباد الله، ولا يمكن أن ينساها التاريخ. نعم، لا يمكن أن ينساها التاريخ. إنها مصيبة البشر جمعاء، إنها الحدث الجلل الذي أذهل عقول أهل الإيمان، إنها الفاجعة العظمى التي زلزلت أركان أهل الإسلام، إنها المصيبة الكبرى التي حيرت أفهام أهل الإحسان. إنها موت خليل الرحمن، موت النبي العدنان، إنه موت قرة العيون وتاج الرؤوس. فهيا بنا أيها الأحباب لنعش تلك اللحظات التي ودع فيها المصطفى هذه الحياة، لعلها تنفض غبار الغفلة عن القلوب، ولعلها تكون تسلية لأهل المصائب الذين فقدوا أحبابهم. اصبر كل مصيبة وتجلدي، اصبر كل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد، فها هو عليه الصلاة والسلام يعود من البقيع بعدما شهد جنازة لأحد أصحابه عباد الله. نعم، شهد جنازة لأحد أصحابه عباد الله، وبينما هو في الطريق أخذه صداع في رأسه واتقدت عليه الحرارة. نعم، اتقدت عليه الحرارة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وبدت عليه معالم الإعياء والتعب. وفي يوم الأربعاء، وما أدراك ما يوم الأربعاء، قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ب5 أيام عباد الله، زادت عليه الحمى في بدنه واشتد به الوجع حتى أغمي عليه الصلاة والسلام. فلما أفاق قال: هريقوا علي 7 قرب، هريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس. فأعهد إليهم ففعلوا ذلك عباد الله، وخرج إلى الناس وهو بين علي والعباس عاصما رأسه تخطه قدمه في الأرض حتى جلس على منبره الشريف صلى الله عليه وسلم، فاجتمع إليه الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إلى هذا الرجل الذي أحيا قلوبهم، هذا الرجل الذي أخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. فاشرأبت أعناقهم إلى رسول الله. ماذا يريد أن يقول وبأي شيء يريد أن يتحدث؟ فأول ما قاله صلى الله عليه وسلم عباد الله: قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد. لا إله إلا الله، إنها العقيدة يا كرام. من أجل لا إله إلا الله عاش المصطفى ومات عليها عباد الله. ليكن همنا عباد الله ما كان همه عباد الله صلى الله عليه وسلم، لنعش من أجل لا إله إلا الله ولنمت عليها، فبها والله فبها الفوز والفلاح في الدارين. نعم عباد
الله. وبزغ فجر يوم الاثنين، وما أدراك ما يوم الاثنين، 12 من شهر ربيع الأول من العام 11 للهجرة، آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم، آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم. وبينما الصحب الكرام صفوفا خلف الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صلاة الفجر، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف سترة حجرته فجعل ينظر إليهم، ثم تبسم ضاحكا كأن وجهه القمر إذا كمل بدره عباد الله. فلما رآه المسلمون هموا أن يفتنوا في صلاتهم عباد الله، فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام بيده الشريف أن أتموا صلاتكم، فاطمأنت نفوس المؤمنين وسكنت قلوبهم فرحا بعودة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى صحته، وظنوا أنه تشافى من مرضه، ولم يعلموا عباد الله أنه كان آخر نظرة لهم إليه. إي والله، نظرة الأخيرة، نظرة الوداع. دخل إلى حجرته وألقى السيف، وظنوا أنه قد تشافى عباد الله، ولم يعلموا أنه دخل إلى حجرته ولن يخرج منها أبدا صلى الله عليه وسلم عباد الله. ولما ارتفع الضحى اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم